بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة فيديو الخير، فيديو البركة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما انتم شايفين أنا جبت لبن حليب، جبته طبعا من ناس بصراحة يعني فلاحين، مش من لبان، لبن فلاحي فلاحي. وجبته زي ما انتم شايفين الكمية مش كبيرة يعني، لكن كويسة بالنسبة لي أنا. النهاردة ما شاء الله هنعمل مع بعض القشطة والجبنة القريش، وهنعمل كمان مع بعض الزبدة، وهنعمل كل حاجة في الفيديو ده. أنا بصراحة يعني اختصرته على قد ما أقدر. هنا بقول لكم إن أنا خلاص أنا صفيت اللبن وكنت حطيته بقى عشان يروب. هيقعد يوم، هيقعد اتنين، هتحطيه في مكان ثابت ما يبقاش يتحرك فيه او يتهز فيه عشان يطلع لك القشطه بتاعته. وكمان هتغطيه عشان ما فيش فيه لا اي عفار ولا اي حاجه تنزل. انا قاعد معايا يومين و... وراب، وما شاء الله ما شاء الله يعني زي الفل. او زي ما انتم شايفين انا بحط بصبعي كده الدايره كلها بتاعت اللبن، وبشيل القشطه. القشطه بتبقى فاصله عن اللبن الرايب. زي ما انت شايفه اهي، اللبن الرايب مختوم زي ما انت شايفه، يعني قرص واحد. هنا القشطة باشيلها بالمها اهي زي ما انت شايفة كده. وجبت معايا الميزان، حطيته، صفرت الميزان وحطيت عليه العلبة. وبعد كده عشان اشوف القشطه اللي هتطلع معايا صافي قد ايه. اديني شلت القشطه من على وش اللبن بعد ما قعد معايا يومين، وهو متغطي في مكان ثابت ومكان دافي. طبعا احنا في الشتاء فايه ممكن يطول معاكي اكتر من كده لو في المكان فيه هوا. فهنا بشيل القشطه زي ما انت شايفه، القشطه فاصله خالص عن اللبن، وكمان لونها بيبقى فاتح شويه عن اللبن. اهي زي ما انت شايفه القشطه طلعت معايا كيلو او كيلو الا حاجه بسيطه عشان العلبه. بس هي يعني ما شاء الله الكميه اللي معايا طلعت كيلو. انا كان معايا 9 كيلو لبن، فطلعت كيلو قشطه. انا مشوق اهو زي ما انت شايفه اللبن بتاعي اهو. لما تيجي تطلعيه هتلاقيه يعني قرص واحد. هو المفروض ان هو قرص واحد بيفصل خالص عن القشطه، ما بتقدريش تاخديه او بلم القشطه من عليه. هنا المفروض بصراحه كان المفروض ان انا احطه في حاجه ستانلس او الموني او حاجه، وادخله في الفرن. الفرن يكون اسخنه واطفيه وبعدين ادخله في الفرن يسخن. بس بصراحه يعني كان الوقت بالليل متأخر، فمرضتش ان انا اعمل الموضوع ده. فحطيت عليه بس مية سخنة. فيعني ايه الشرش بتاعته فضل فيها، فضلت بيضة شوية، ما بقتش صافية. يعني المفروض ان انا كانت حاطة في الفرن عشان اطلع منه اكبر كمية جبنة موجودة فيه. دلوقتي لو ما فيش عندك حصيرة هتعملي ايه؟ هتجيبي اي مصفى عندك وهتحطيها الشرب ده او الطرحه دي. انت شفتوها معايا كتير وانا بعمل الجبنه، لانها بتاعت الجبنه بتاعت اللبن بس، مش بتستعمل لحاجه تاني. بغسلها بعد ما بستعملها، وطبعا بحطها في الشمس عشان اعقمها كمان تنشف في الشمس. وبعد كده بطبقها وبعينها للبن بس، ما بتستعملش في اي حاجه غير اللبن. زي ما انت شايفه انا حطيت في مصفى، وهجيب معايا لان عندي حصيره بس صغيره وبقالها سنين عندي. فايه بصراحه مش بستعملها غير يعني كل فتره بعيده بصراحه يعني. فهي كانت مركونه عندي وهي صغيره مش كبيره. زي ما انت شايفه انا حطيت شويه في المصفى عشان لو مش عندك حصيره بتعمليها بالمصفى عادي جدا وبتطلع جبنه قريش زي العسل. انا عندي الحصيره اهي، احط فيها كميه. طبعا ما اخدتش كل الكميه اللي عندي، لان قلت لكم ان الحصيره بتاعتي صغيره. فبقيه الكميه هجيب مصفى تانية اكبر وهحط فيها يعني هتشوفوها بعد كده ان المصفى متغيره. لان انا لقيت الكميه اللي معايا كتير على الحصيره، فجبت مصفى اكبر وحطيت فيها الكميه اللي في المصفى الصغيره اللي قدامكم دي، وزودت عليها الكميه التانية. فكده هتلاقوها في المصفى الاكبر يعني. انا بقول لكم على الخطوه اللي بعد كده. زي ما انتم شايفين الشرش بتاعها ما كانش فيه لبن لسه او مش صافي الى حد ما. بقول لكم كده ليه؟ لان انا استعملته بعد كده في حاجه هقول لكم عليها او هنعملها مع بعض هتشوفوها مع بعض.
معايا. هنا باحاول إن أنا أصفّي الشرش أهو، دي الكمية اللي كانت باقية معايا وحطيتها في المصفى، جبت مصفى أكبر وحطيتها زي ما قُلت لكم. الشرش اللي معايا باحاول إن أنا أصفّي الجبنة أو الحصيرة، باضغط عليها أهو عشان تنزّل الشرش من الجبنة، واسيبها بقى هاقوم معلقاها كده واسيبها تصفى. زي ما أنتم شايفين أنا ما حطيتش ملح، أنا ما حطيتش ملح وأنا باعمل الجبنة، ما حطيتش ملح في الجبنة. ده ليه؟ لإن أنا عايزة الشرش بتاعها ده عايزاه من غير ملح. هنا جبت الكيلو القشطة اللي طلع معايا على كيلو وربع تقريبًا، أو يعني ما كانش كمّل بصراحة الكمية اللي كانت عندي في التلاجة ما كانتش كمّلت كيلو ونُص، فحطيتهم على بعض. وطبعًا أنتِ لو هتشيلي القشطة من على وش اللبن وتضربيها على طول، حطيها في الفريزر حوالي نُص ساعة. القشطة وهي ساقعة بتلِف معاكِ بسرعة وتتحوّل لزبدة بسرعة. هنا أنا باضربها أهو، فاتحوّلت معايا بتسيح بقى، بتسيل كده وتبقى خفيفة خالص. بعد كده لمّا بتضربيها بتفضلي تضربيها بتتقل بقى معاكِ شوية بشوية. هنا كانت سايلة معايا خالص أهي، كانت فكّت معايا، وبعد كده بعد ما بتفِك كده وبعد كده إيه من كتر الضرب بتبدأ تتقل أهي، تبقى زي الكريمة كده. وشوية بشوية زي ما أنتم شايفين أنا ما فصلتش معاكم الفيديو عشان أورّيكم المراحل بتاعتها. بعد شوية بتلاقيها تتقل أكتر، تتقل على إيدِك أكتر، وبعد شوية تلاقيها تخرّز وتقطّع كده، عشان بتتحوّل لزبدة. هنا بافضل ألِف فيها كده لغاية ما تطلّع الخَض اللي فيها، الخَض اللي فيها اللي بينزل منها. زي ما أنتِ شايفة هي بتبدأ معايا تبقى زبدة، لكن في بقى اللي هو الغِش بقى في الزبدة وفي السمنة والحاجات دي، إن هو بيبيعوها لِك بالخَض بتاعها، ما بتبقاش تصفّي منها الخَض بتاعها عشان توزن. وكمان دي لمّا بتيجي تعمليها سمنة، بتطلّع معاكِ كمية سمنة قليلة جدًا، لإن الخَض ده بيبقى سائل زي ما أنتِ شايفة كده أهو، نزل أهو من الزبدة، فصل عن الزبدة. زي ما أنتِ شايفة الزبدة كده اتكوّنت معايا أهي، كده بتتكوّن وكده الخَض بتاعها بينزل منها. الخَض ده في ناس طبعًا الغِش بقى في الزبدة إن هُم بيسيبوها بالخَض بتاعها ده، فبيوزن يعني بتخلّيها تقيلة على الميزان. لكن لمّا بتيجي تعمليها سمنة، بتلاقيها طلّعت كمية سمنة قليلة جدًا، جدًا يعني، لإنه طبعًا بيتبخّر لإنه مَيّة، فبتبخّر وبيتبقى يعني منها شوية سمنة صغيّرين. هنا إحنا باشيلها باعصرها كويس جدًا، 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 أنزّل كل الخَض اللي فيها، أحاول لإن طبعًا أنا باعملها لنَفْسي، فلازم يعني أتأكد إنها يعني أحسن حاجة. طبعًا ولو باعملها لحد أكيد هاتأكد منها إن يعني هاعملها أحسن من ما أنا باعملها لنَفْسي. فدلوقتي أنا عملتها، باحب أكوّرها كور صغيّرة، مش باحبها تبقى كور كبيرة بصراحة، باعملها كور صغيّرة، الواحدة تقريبًا يعني معديّة ربع كيلو. هنا أهو طلّعت الخَض بتاعها في العلبة، ودي الزبدة اللي طلعت معايا حوالي كيلو 364 جرام، يعني 360 جرام حاجة زي كده. وهاصفّر الميزان وهاحط كمان الخَض بتاعها اللي طالع، أهو طلع معايا حوالي كيلو، عشان بس وزن العلبة يعني معايا، فطلع كمان حوالي كيلو. فدي كانت كمية القشطة اللي معايا، أنا حطيت 2 كيلو وما كانوش كمّلوا نُص، يعني ما كانوش بصراحة، كانوا أكتر من ربع ويعني ما كانوش وصلوا للنُص. فدلوقتي ما شاء الله طلّعت أهو الكمية اللي معايا فعلًا آآ زبدة، وزبدة زي الفل، أنتِ عاملاها في بيتِك، ضامنة نضافتها، ضامنة إنها مش مغشوشة. هنا بقى ممكن تاخديها كده وتحطيها على النار تسيّحيها، لكن أنا بصراحة بافضّل إن أنا أعينها زبدة زي ما هي، كل كورة من دول باعينها في كيس أطلّعها أستعملها. لو حابة إن أنا أسيّحها هاحطها على النار وأسيّحها، ما فيش أي مشكلة، بتبقى سهلة معايا الموضوع. وهنا وريتكم أهو المصفى الكبيرة اللي أنا حطيت فيها الجبنة القريش. فباقول لكم إن ما شاء الله، ما شاء الله شوية اللبن اللي إحنا جايبينهم أخدنا منهم قشطة، لو عايزة تسيبيها قشطة طعمها زي السكر، بجد جميلة، جميلة، جميلة. وعايزة تعمليهم زبدة زي ما أنتِ شايفة الطريقة. وهنا كمان الجبنة كانت بعد حوالي 4 ساعات، أو حتى لو بالليل متأخر ممكن تسيبيها للصبح تبقى أحسن وأحسن. أهي
دي اللي في الحصيرة ما شاء الله متماسكة وقلبها كريمي تحفة يا بنات، والله بجد تحفة تحفة تحفة، وصحية طبعا، يعني لأبعد حد، صحية جدا جدا. يعني طبعا الجبنة القريش دي في ناس بتدور عليها، لأن هي طبعا اللي مش بيقدروا يعملوها أو مش متوفرة عندهم بيدوروا عليها، لأن هي طبعا صحية جدا. دلوقتي بقى أنا شلت اللي في الحصيرة وقطعتها زي ما انتم شايفين قدامكم وهحطها. دي الشرشة اللي نازلة من الجبنة اللي احنا قلنا قبل كده عليها اهي، وهي زي ما انت شايفة فيها يعني رواسي او فيها وش كده، يعني مش صافية. الصافية بتبقى عاملة يعني زي المية كده، ما بتبقاش فيها حاجة من دي. طبعا احنا هناخدها وليها استعمال عندنا، ان انا هاخدها احطها على البوتاجاز اغليها، افضل حطها على نار هادية، المية دي بتتبخر، والرواسب اللي فيها اللي هي بقية اللبن اللي فيها بينزل في ارضية الحلة، بس طبعا مع التقليب. دي بقى بنعملها الخميرة بتاعة المش، بتبقى تحفة تحفة، بس بنحط عليها ملح بقى ونحطها على النار. ايوه هي بتاخد معانا وقت طويل شوية، لكن بجد بنطلع منها اللي هي العجوزة اللي بنعملها اساس المش، بس بجد بتبقى تحفة. مش العجوزة اللي هي او المرتة بتاعت السمنة، دي حاجة ودي حاجة. المرتة او العجوزة اللي بتطلع من شرش الجبنة دي بتاعت المش، مش اللي بتتاكل واللي بتتباع، لا. هنا بقطع معاكم الجبنه اهي، بشيل الحروف بتاعتها بس كده عشان اظبطها. وهنا زي ما انتم شايفين طلعت معايا كميه ما شاء الله ما شاء الله. اهو انا كنت حطها على الميزان ونسيت ان انا قافله الميزان اساسا، فشغلت الميزان وحطيتها. ادي معايا كيلو و40 جرام، وادي كمان 900 جرام. نشيل الطبق ده وده نعتبرهم 100 جرام، يعني معايا حوالي، وادي كمان كيلو و600 جرام، يعني ما شاء كيلو 100 جرام، لا 600 إيه. ودي الطروف اللي انا شلتها قدامكم، يعني معايا حوالي تقريبا 3 كيلو من غير الاطباق اللي هي محطوطه عليها، تقريبا 3 كيلو. على فكره ال 3 كيلو دول، 3 كيلو الجبنه دول تقريبا بتمن الحليب او اللبن اللي انا اشتريته. هنا هجيب الملح واغطيهم بالملح، لان انا الجبنه دي عاملاها عشان احطها في المش، مش هناكلها. هشيل طبعا حتتين تلاتة كده ناكلهم يعني، لكن الباقي احط عليها كميه ملح كبيره، واسيبها بقى تنشف، تنزل اي ميه لسه فيها او اي شرش لسه نازل لسه فيها، وهسيبها بقى يومين لغايه ما تنشف وتمسك خالص كده، تبقى جامده معايا، ان انا لما احطها في المش ما تدوبش وتفرط في المش. فهسيبها بقى يومين تنشف، احطهم في حاجه اوسع من كده مع بعض، وهسيبهم بقى تنشف بقى كويس عشان احطها في المش بتاعي. حطيتهم زي ما انتوا شايفين بس في صينيه ألمونيا، ودي طبعا غلطه مني، رجعت صلحتها وحطيتهم في صينيه تانية كبيره، بس اللي هي ميلامين او سلستيل. هنا العجوزه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، العجوزه او المرته دي من شرش الجبنه، بعد ما نبخر كل الميه فضلت معانا المرته دي، وما شاء الله تحفه، وهو ده اساس المشي يا بنات. وكده نبقى ملينا البيت خير ما شاء الله، بالزبدة وبالجبنة وبالمرتة وبالقشطة ومن شوية لبن، وكمان من عمايل ايدينا، حاجة نظيفة ومضمونة، وملينا البيت بالخير. وده كان الفيديو بتاعنا في قناة ام طارق وعمايل ايديها. ما تنسوش اللايك، ومستنية رأيكم كمان في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.